هلا والله شباب، اليوم حاحكيكم قصة شاب اسمه علي. كان هذا الشاب يحب العمل وهذا، وكان يدرس بجامعة. بس هذا وايد كبر وصار شي غير متوقع. قبل لا نبدي القصة أتمنى تروح تجيب لك شي تاكله، لأن القصة كلش ممتعة. هذا الشاب كان يدرس بجامعة بالعراق. هذا الشاب عراقي نسيت أقول لكم. فهذا لما كان يدرس بالجامعة، شو اسمه، هو كان عنده متعرف على بنية. فهذا البنية كانت وياه بالجامعة. وفي هذا يوم من الأيام كان بالجامعة. كان بالجامعة وقع الماي. فهذا جت البنية كان متعرف عليها، وقالت له أنا حطلب من إيدك الزواج. فهو أكيد حيرفض منها، وقال لا ما وافق. مو قال لا ما وافق، هو أصلا ما وافق، ما مفكر أصلا يتزوج. بعدش كم يوم مرت الأيام، مرت لحد ما راد يتزوج. فهذا البنية كانت ما رايدة تتزوج. شوف هسه هو راد وهي ما رادت. شفت هسه بالحالتين هو ما يتزوج. فهذا راح يشتغل بمحل مال خبز. لما راح يشتغل بمحل مال خبز أو صمون نفس الشيء. غلس على الصوت. اي فهذا ابو المحل، او المدير مال المحل خلينا نقول، قال له راتبك الشهري حيكون 100,000. هذا الراتب غير متوقع بالنسبة إليه، وراتب اليوم حيكون 5,000. فهذا هو أكيد حيقبل، لأنه كان فقير كلش. وعادة كانوا مسافرين بتركيا. هو شو اسمه، كان مسافر هو بعده بالعراق. اي فهذا كان يحب يشتغل بهذا المحل، لأنه يوميته 5. هو فرحان كان لأنه راتبه 5 يومية. بس شو اسمه، كان كل شهر ما يعطي 100,000 مالته. يقول لا خلي على هذاك الشهر، وهذاك الشهر يقول له على هذاك، وهذاك وكذلك. فهذا شو اسمه رجع يتزوج، يظل يدور، صار عنده مبلغ هيك 1,000,000. وفهذا راد يتزوج بيه. فهذا ما لقى له مرة، فهذا قرر يشتري بيه شو اسمه دراجة أو باسكل خلينا نقول باسكل، ما يعرفوا يتابعون من غير دول. الباسكل دراجة هوائية. فهذا اشترى باسكل، وجاب كرتونة مال كتاكيت، أو مو كرتونة، جاب كتاكيت وقام يبيع كتاكيت. فهذا اشتغل هو أكثر من شغلة. فهذا كان يبيع كتاكيت، وبعدين حول على شغلة شعر بنات. بعدين قام يبيع ماي ارو، اشترى ستوتين، جمع فلوس هواي، اشترى ستوتة وقام يبيع ماي ارو. بعدين اشتغل شو اسمه وسط تاكسي، وظل يشتغل لحد ما صار عنده شو اسمه 10,000,000، وراد يتزوج بيهن. فهذا قال بنية، هذا علي قال بنية اسمها زهرة وتزوجها. بعد كم سنة خلفوا وجابوا ولد سموه حسين. وبعدها مش كم سنة جابوا ولد وسموه علي. لا مو علي، أتذكر سموه عباس. فهذا صار عندهم ولد 2 أولاد. فهذا أول واحد شو اسمه حسين صار عمره 10 سنوات، والثاني صار عمره 5 سنوات. فهذا شو اسمه حسين لما صار عمره 10 سنوات راح شو اسمه راح المدرسة، كان صف خامس. فهذا لما دخل الصف الخامس، هو كان مدرسة جديدة نقل، وكان مدرسة ونقل على مدرسة جديدة. فلما نقل على المدرسة الجديدة هذيك، استكشف إنه أصغر واحد راسب بيهم 5 سنوات، وأكبر واحد راسبه 15 سنة، يعني الله يعين. فهذا استكشف إنه المدرسة كلها ضرب، وتخطئ بكلمة واحدة حرف واحد ضرب. فهذا قرر يطلع من المدرسة بدون إذن أبوه. هسه تقول لي شلون؟ هو يروح يداوم بغير مدرسة، ولما يصحون اسمه ما يقدر. ما شنو ما يقدر؟ ما حش اسمه يطلع أصلا، ما يقدر يصحون اسمه. حتى إذا صحوا اسمه بهذيك مدرسة اللغة، وهاي المدرسة أصلا ما يعرفون إنه عندهم طالب هذا شو اسمه قولي هاي جديد، ما يعرفون أصلا، ما أعرف شلون دخل. فهذا قام هذا يصير وكيح، يطلع من المدرسة يهرب، وهذا لحد ما صار عمره 15 سنة، وصار بالمتوسطة. فهذا كان صف 3 متوسط، وكمل دراسة. هسه نرجع على الأب، صار عمره 50 سنة. فلهذا الأب كان يشتغل بذاك الوقت شرطي، وكان راتبه 1,000,000 ما شاء الله. وفي هذا الأب كمل حياته. بعدين شو اسمه اشتغل عسكري،
وبعام 1999 شو اسمه راح شو اسمه وين راح مو راح هو راح شنو مو راح شو اسمه البيت اشترى بيت راح شو اسمه للموصل أو يا ديانة للموصل واشترى بيت هناك بالموصل. فهذا لما راح الموصل اشترى بيت بس عام 2014 لما دخلوا الدواعش على الموصل فجروا البيت مالته بالقنابل ومات من وراء الدواعش. وهنا تنتهي قصتنا. القصة طبعا للاستمتاع وليس يتباع على الموبايل لا بس اسمعها وها هي. وأتمنى تعجبكم القصة وبس مع السلامة.